في حاجة حصلت النهاردة وعملت لي شخصيا ألم شديد، وللأسف إنه في مصريين، وللأسف إنه في مثقفين، وللأسف إنه في دوائر سياسية عامت على العوم اللي كان موجود النهارده. ازاي يا جماعه اسرائيل الارهاب، اسرائيل الجريمه، اسرائيل الكذب، اسرائيل التزوير تبقى حجه على مصر العروبه، مصر القوميه، مصر التاريخ، مصر الشهداء، مصر التضحيه؟ انتوا اتجننتوا. كلام محامي اسرائيلي كاتب المرافعه بتاعته مع ضباط للموساد يبقى حجه عليا انا، يقول ان مصر هي اللي قافله، مصر هي اللي منع المساعدات الانسانيه، فيطلع ناس يقول لك شفتوا اهو. على فكره بينما اتحدث الان في ناس اتكسفت من نفسها وابتدت ترجع في الكلام تاني وتقول لك لا والله ما كناش نقصد قوي. طب بما انك صدقت الجزء ده ما صدقتش بقيه اللي قالوا ليه؟ انه حماس دي ارهابيه، وانه العمليه بتاعت 7 اكتوبر دي ارهابيه، وان هم اللي قتلوا الناس وهم اغتصبوا الاطفال وواحد منهم قطع صدر واحده وكان بيلعب بيها. ما صدقتش ليه بقيه الكلام ده؟ صدقت بس من كلامه ان مصر هي اللي منع دخول المساعدات. طب والست معابر التانية اللي الاسرائيليين، اللي هو كرم ابو سالم ده هو اصلا بتاع الشاحنات، هو اصلا بتاع العربيات، ما الاسرائيليين قافلينهم. فتطلع انت كمصري او كعربي يقول لك شفت المصريين هم اللي محاصرين غزه، المصريين هو اللي مموتين غزه. وهو مين اللي كان بياكل غزه كل الفتره اللي فاتت دي؟ مين يا مصريين يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك شفت اهو، انت بتجيب الراجل ده حجه على بلدك عليا، الكذاب ده اللي كل المحاضره بتاعته كذب، اللي ما كانش لاقي الورق بتاعه عشان يقراه. ما شفتش حاجة في الموضوع ده. يعني انتوا سبتوا جرائم الاسرائيليين وسبتوا المصايب وسبتوا ان جنوب افريقيا عاملة حاجة محترمة ورفع قضية وساب ده كله وقال لك ايه؟ انا المثقف المصري بقول لك ان مصر ايه السبب في اللي بيحصل في غزة. المصريين اللي مادين خرطوم كهرباء وخرطوم ميه من الحدود لأهل غزة الناحية التانية في رفح عشان ياكلوا ويشربوا، تقول عليهم كده؟ هو ده المصري؟ وبعدين واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا بقى، ما عشان مصر تثبت لنا بقى يروحوا ايه مدخلين العربيات ولما يتضربوا المصريين يقولوا لنا هم بيتضربوا. ده مين الإدارة الساذجة اللي تعمل كده؟ أنا إزاي أدخل عربياتي وحاجتي بناسي عشان يتضربوا؟ إزاي يعني وأنا عارف؟ إزاي يعني؟ إيه العته ده؟ طب ما تخليهم يفتحوا هم المعابر بتاعتهم من الناحية التانية. مصر المعبر بتاعها مفتوح. مصر، طيب أنا عايز أسألك سؤال. الهيئات الدولية كلها، ده الراجل رئيس الامم المتحده، الامين العام للامم المتحده، كان واقف على الحدود مش عارف يعدي البوابه. الامين العام مش عارف يعدي البوابه، يعني بينه وبين البوابه 10 متر مش عارف يروح يعدي. طب ليه مساعدات الامم المتحده ما بتعديش؟ مصر اللي منعاه؟ طب دي مصر. طب والباقيين الجامدين الأونروا اللي جوه غزة نفسها ما بيعرفوش يروحوا يوزعوا الحاجات؟ النهارده السعودية بعت، الناس كلها بتبعت وبتحاول تعدي. السعودية النهارده واصلة 500 شاحنة، 500 شاحنة. السعودية قربت من 40 طيارة. انت بتتكلم على المصري اللي اول ما الحرب قامت راح معبي العربيات
وهو في عز ازمته الاقتصاديه وقال لك اتفضلوا، انا مش مستني حد، انا مش طالب فلوس من حد، انا مش محتاج عون من حد. انت بتكلم المصري اللي كان ممكن يحلها في يومين ثلاثه ويقول لك افتح الحدود وصفي القضيه ورحل الفلسطينيين؟ لا رئيس ولا شعب ولا حكومه وافقت على الكلام ده. هو ده المصري اللي انت بتختبره؟ يا اخي عيب عليكم، اتكسفوا من نفسكم. ده انتوا محتاجين اعتذار جماعي، محتاجين ان انتوا يعني تبصوا في الارض. يقول لك ايه يعني ما هو قاعدين كنا بنقول شفت. طب انت بتصدق ده؟ الراجل ده المجرم ده اللي بيتكلم ويدافع عن الجرائم الإسرائيلية، واللي بيقول لك والله أبدا احنا ما عملنا حاجة وما ده، طب ما تشوفوا حماس عملت ايه يوم 7 أكتوبر، ده احنا ما بتاع مش عارف ايه ولا آخره. وأنا رأيي كمان إنه لينا حق عرب عند الإسرائيلي. الكلام ده مش لازم يعدي بشكل جيد. وكنت سعيد جدا إن هناك بيان طلع من رئيس هيئة الاستعلامات يرد على الكلام ده، يرد على الكلام ده، لأنه احنا ما ينفعش بعد كل اللي عملناه يا مؤمنين في ال90 يوم اللي فاتوا، والضرب اللي على المعبر بتاعنا والقنابل والصواريخ واللي كل حاجة بتقدمها البلد المحترمة ديت، يجي مجموعة جهلة، مش جهلة، مجموعة عملاء، مجموعة حاقدين. يا ابني انت عندك مشكلة مع الإدارة المصرية، لا يمكن يبقى عندك مشكلة مع مصر. مصر المهمة، مصر العطاء، مصر التضحية، مصر اللي عندها الناس دلوقتي يا راجل. ده دلوقتي هنا في أحد الأجهزة السيادية قاعدين علشان يحلوا القضية وتقول لي أنا قافل. ده انت ما بتعملش حاجة غير الموضوع ده. امتى؟ في عز ازمتك الاقتصادية، في عز مشاكلك الكتيرة جوه، ان انت بتحاول تحل هنا وردود الافعال كلها بتدفع ثمنها. قناة السويس، مشكلة العملة، مشكلة الناس اللي بتضغط عليك بره. ما هو بيلوي دراعك بره برضه، عايز حاجات وبيحاول يلوي دراعك، لكن ايد مصر قوية، البلد دي قوية مش ضعيفة. فيا أخي عيب عليكم. وأنا اللي بيضايقني إنه ناس مثقفة، ناس قارية، ناس فاهمة، فتجيب الراجل ده حجة عليا أنا. إن النظام العنصري ده حجة عليا أنا. القتلة اللي في إيديهم دم، وهو يطلع في الآخر إيه؟ إن مصر هي السبب، إن مصر هي اللي مبوظة الدنيا، مصر هي اللي مولعه غزه، مصر هي اللي بتقتل الاطفال، مصر هي اللي ما بتوزعش اكل. ده مصر بقول لحضرتك كل حاجه عندها من قبل ما العالم ده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من قبل اي حد ما يتحرك ولغايه النهارده. المصريين بالنسبه لهم المساله الفلسطينيه الانسانيه هي في المقام الاول. لسه الرئيس من يومين متكلم قال لهم يا جماعه، وهي مفاوضات مصر على ايه في اي حاجه؟ انا عايز ازق معونات اكتر، هات لي فلسطينيين علشان يتعالجوا عندي من اللي عندهم مشاكل او بتاع. بس هتعدي ازاي؟ هو انتوا بتستعبطوا؟ يقول لك ايه ما تعديه، وبعد ما عديها هو مين اللي بيستلم؟ انت عارف كويس ان الشاحنات المصريه لازم تروح تعدي في المعبر هناك عشان تتفتش. مين اللي بيفتشها؟ الفلسطينيين؟ يقول لك لا، ما انت تضغط برضو كل الجيوش العربيه تستطيع. ايه السذاجه اللي انتوا فيها دي؟ ايه السذاجه اللي انتوا فيها دي؟ مصر قامت بدورها واكتر. ده من الامتحانات اللي انا كراجل مراقب اقول لك لا، بلدي نجحت، بلدي عملت كل حاجه، بلدي ادت كل اللي تقدر عليه سياسيا، اقتصاديا، انسانيا.